على أكثر من جبهة وسعى الجيش السوداني والقوات المشتركة والمجموعات الأخرى المتحالفة معه من تحركاته في ولايات إقليم كردفان نحو هذه المدينة الظاهرة على الخريطة، وهي مدينة بارا الواقعة بولاية شمال كردفان. تقدم الجيش السوداني عبر محور الطريق القومي وفق مصادر عسكرية سودانية. تمثل مدينة بارا التي تقع شمال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تمثل أكبر نقاط تجمع قوات الدعم السريع بالولاية، حيث انضمت إليها مؤخرا قوات الدعم المنسحبة من جنوب أم درمان عقب سيطرة الجيش على العاصمة السودانية الخرطوم وفق ما ذكرت المصادر. وفي ولاية غرب كردفان تؤكد مصادر ميدانية أن قوات الجيش السوداني أكملت استعداداتها للسيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية مدينة النهود، وذلك في أعقاب سيطرتها على منطقة أم لبانة في محيط مدينة الخوي، وهي مدينة استراتيجية جغرافيا إذ تتوسط مدينتي النهود والأبيض. موازاة مع ذلك تقول المصادر العسكرية إن قوات الجيش ما زالت تتقدم في ولاية جنوب كردفان لفك الحصار عن مدينة الدلنج ثاني كبرى مدن جنوب كردفان، وذلك بالتحام قوات متحرك الصياد مع قوات اللواء 54 للجيش داخل المدينة بحسب المصادر نفسها. كما أكدت المصادر أن قوات الجيش استعادت عددا من القرى في محيط منطقة الدبيبات، وهي تتقدم الآن نحو مدينة أبو زبد.